قريت بوست عن احمد ادم كاتبه المؤلف محمود حمدان اللي هو كان مؤلف فهد البطل السنه دي في رمضان، وكان هو ليه مسلسل انا بعتبره من احلى مسلسلات عادل امام، مسلسل عوالم خفيه. كان مشارك في تاليفه، والمسلسل دوت شهد تالق غير عادي من كل فريق العمل، من التمثيل للاخراج للكاست الكبير. شهد اخر ظهور لعادل امام وسمير غانم، شهد اخر ظهور لعادل امام وفاروق الفيشاوي. فكان مسلسل من المسلسلات اللي هي عوالم خفيه، من المسلسلات اللي انا ما شفتها انبسطت وحبيتها يعني. وعشان كده انا عارف حجم موهبه محمود حمدان. والسنه دي شفت له فهد البطل، وهو مسلسل كان كويس، وكان طبعا من اعلى مشاهدات في رمضان. المسلسل كان محقق نجاح كبير جدا، وانا حتى اتكلمت عنه بشكل كويس. هو مسلسل طبعا يعني يكاد يكون شبه تقليدي، ومسلسل شعبي وجماهيري، فهو مؤلف شاطر. بس طبعا فهد البطل ما يجيش حاجه في تاليف عوالم خفيه. عوالم خفيه محمود كان عامل فيه اداء في الكتابه افضل بكتير جدا يعني. فهو اتكلم النهارده ان هو اساسا محمود حمدان ممثل، وبيشارك في ادوار تمثيليه، وفي نفس الوقت مؤلف. وبقت ظاهره ان ممثلين بيمثلوا ومؤلفين بيمثلوا ومخرجين بيمثلوا، لان التمثيل بقى هو البوابه لحياه كتير جدا في الوسط الفني. فهو كان كاتب بوست النهارده على احمد ادم، فبيقول لك ان احمد ادم هو كان بيمثل في المسرح قدامه، فهو ضحك، فراح قالوا له لا انت مش، كان في بروفا يعني، قال له لا انت مش هتيجي تاني، انت ممكن تاخد فرصه بس تاخدها مع حد تاني، انا مش هديك الفرصه ديت اللي انت منتظرها مني، ومشاه من المسرحيه. هو طبعا بقى بيتكلم ان هو كان شاب، وكان الموضوع اثر عليه الحقيقه. الموضوع دوت يعني بيقابل ناس كتير جدا في الوسط الفني، والحياه ما بتبقاش سهله. بالعكس يعني بيبقى الصعود لأنصاف المواهب أو المواهب المشوشة أسهل بكتير جدا من المواهب الحقيقية أو المواهب المميزة. أحمد آدم في اللحظة ديت هو كان نجم جماهيري كبير، وكان يعني أحمد آدم أكتر حاجة نجح فيها كان المسرح. حوضة كرامة، وكان قبلها مع سوري الببلاوي في عطية الإرهابية. يعني نجح مسرح. وربنا يخلي جمعة، وشغله مع جلال الشرقاوي. وكان نجم مسرحي كبير، وبيعرف يعمل مسرح كويس. يمكن نجاحه في المسرح يجي رقم واحد. اتنين يجي نجاحه في التلفزيون، مسلسل القرموطي الأولاني كان محقق نجاح كبير جدا. بعد كده السينما في تلاتة، اللي هو مثلا زي أفلام القرموطي. أحمد آدم كممثل فهو كان نجم جماهيري، وبس من أوائل الناس اللي الدنيا، اللي بدأ يدخل في تجارب غير موفقة، محققش النجاح اللي هو مثلا نجاح هنيدي. مع انه مثلا كان ليه مسلسل بيجي على القناه الثالثه، مش فاكر اسمه، ولا فاكر طبعا، ولا كان عندي قناه ثالثه انا، بس شفته كده خطيف تخطيف يعني. هو وهنيدي كانوا طالعين اصدقاء. مسلسل انت عامل ايه، الدور اللي عمله علاء مرسي، يقال على ما اتذكر انه كان مكتوب لاحمد ادم، واحمد ادم انسحب من العمل. اللي هو انت عامل ايه، اللي هو علاء ولي الدين، وعلاء ولي الدين وصلاح عبد الله تقريبا، وهنيدي وعلاء مرسي. كان بيقولوا الدور بتاع علاء مرسي ده بتاع احمد ادم. ف وانسحب. فهو كان في وقت من الاوقات، وحتى بعد صعيدي في الجامعه الامريكيه ونجاح، هو كان واخد خطوات قبل هنيدي طبعا، واكبر من هنيدي. بس بعد صعيدي في الجامعه الامريكيه ابتدى ايه، طب عمل بقى، اعمل افلام لوحدي، اعمل ولا في النيه بقى. ونجح نجاح متوسط، مع انه نجح جدا في الفيديو. بعد كده عمل على ما اتذكر شجاع السيما كان مع ياسر جلال، وكان الافلام الناجحه برضو. وبعد كده القرموطي، قعد يعمل افلام، بس مفيش فيلم ليه حقق نجاح زي مثلا صعيدي في الجامعه الامريكيه، زي همام، زي الناظر. كلها الافلام بتاعته بتحقق يدوب ايرادات بتعدي، لحد بقى ما جت عمل افلام حلوه زي فيلم هندي مثلا، هو صلاح عبد الله. الفيلم الاخير بقى اللي هو محمد فؤاد، يعني مش الاخير، يعني الفيلم الاخير تقريبا لمحمد فؤاد، اللي هو فيه ايه.
الفيلم دوت يعني هو وفؤاد كانوا مولعين في بعض في الكواليس، والمخرج شريف مندور على ما اتذكر كتب بوستات كتيرة جدا عن الخناقات اللي بينهم، لدرجة ان يعني في كومنت مشهور يعني بيقول لك الفيلم الوحيد اللي شهد ان احمد ادم بيغني ومحمد فؤاد بيضحك. يعني هو حتى احمد ادم دايما يعترض يقول لك اصل انا جايبني اللي انا زي مثلا لما كان عبد الحليم بيجيب عبد السلام النابلسي، قلت له لا احنا اتنين ممثلين زي بعض. الفيلم شهد مشاكل كتيرة جدا، مع ان الفيلم ده كان ممكن يطلع منه كوميديا حلوة قوي، ويعتبر اول فيلم لمحمد فؤاد يسقط. يعني انت عندك مثلا محمد فؤاد سعيد في عمل اسماعيلية رايح جاي، مع انه فيلم قصة مضروبة. يعني القصة بيتكلموا سنة 70 وبيتكلموا عن عزت أبو عوف اللي هو ظهر سنة 90، بيتكلموا سنة سبعينات والاستنزاف، وبيتكلموا الدش مع الموبايل والحتة الكوبي، يعني مضروبة، القصة مضروبة في خلاط أساسا. نجح. رحلة حب نجح، اللي هو كان طلع أحمد حلمي. عمل الفيلم اللي هو مع رامز ده، اللي هو ما تيجي نعمل كده مع رامز جلال. رامز عدى وبقى نجم وبقى بطل بعدين، وحلمي بعد ما اشتغل مع فؤاد في رحلة حب بقى بطل، وهنيدي بعد ما اشتغل مع محمد فؤاد بقى بطل. فمحمد فؤاد كان وشه حلو على ناس كتير، وكان بوابة لناس كتير تنجح. بعيدا بقى اللي احنا نقول محمد فؤاد قال ولا عمل، لا، محمد فؤاد كانت افلامه بتعمل ايرادات عالية جدا جدا، فبتخلي النجم اللي معاه يتشاف جدا فينجح جدا. بعيدا ان دلوقتي محمد فؤاد مش واصل للنقطة دي. فمحمد فؤاد جاب فيلم هو فيه ايه، اللي هو واحمد ادم، اول فيلم لفؤاد يفشل في السينما. محمد فؤاد بعد كده عمل تلفزيون. كان متوقع الفيلم ده ان هو ينجح، وي 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 الفيلم فشل ذريع. آه، فاحمد ادم مر بتجارب كتيره أنا ممكن تحاول تنجحه. كان ليه دور حلو قوي على فكره في مسلسل مع يسرا في حياه الجوهري. كان الدور دوت ملفت جدا. ليه دور حلو قوي مع عادل امام في المنسي. لا، ليه احمد ادم، لا ليه ادوار حلوه وليه ادوار سيئه. ليه فيلم هندي حلو. فهو كوكتيل من الصراع البشري يعني. ف هو كاتب مع احمد ادم طبعا الفتره الاخيره، يعني احنا بنتكلم ليه عن كل الموضوع دوت، او كل اللي فتح الموضوع دوت ايه، ان احمد ادم كاتب او في حد نقل عنه ان هو بيعيش اسوأ ايام حياته وان هو مش بيتعرض عليه ادوار. فمحمود حمدان كتب ان انت زمان، ان انا جيت لك وانا شاب وانت ما ساعدتنيش. بس وبقى الناس بقى داخله بقى في الصراعات ايه. اصل احمد ادم كان ليه اراء في البرنامج. هو احمد ادم انا شايف تجربته في البرامج كانت تجربه سيئه جدا جدا، غير حكيمه. اول حاجه هو اشتغل برامج بمنطق المسرح، وفي نكت مقبوله على المسرح في نطاق ضيق، مش مقبوله اللي انت تقولها حتى ما تصور في التلفزيون. حب يركب، حب يعني دخل في مشاكل مع دول تانية، وكانت مش مناسبة خالص. يعني اللي انت تتكلم عن دول شقيقة مش حلوة خالص يعني. ف... فالحقيقة هو غير موفق في البرامج خالص. بس ما ننكرش ان هو كان شاطر في المسرح. تاني حاجة، حتى احمد ادم ما بيظهر في البرامج، يعني مثلا ما ظهر مثلا مشكلته مع نجم بيقول لك ان احمد ادم تلميذي وبيقلدني ومش عارف ايه، وكان بينهم صراع، ونجم طرد. يعني نجم كان هو صاحب المسرح، ومشى احمد ادم. احمد ادم على فكره كان له دور كبير، او قعد سنين كتير مع نجم، وقعد سنين كتير مع صبحي. يعني مسرحيه الهمجي هتلاقي صبحي، هتلاقي ادم موجود، هو صلاح عبد الله. فهو تتلمذ على ايد ناس كتيره في المسرح. راح احمد ادم رد عليه رد يقال، راح طلع ابنه قال لك ان، او طلع بتصريح ان محمد نجم مش شاف تعليق احمد ادم على كلامه تعب. طبعا فرق العمر كبير، واحمد ادم كبير، واحمد ادم ساعتها في البرنامج سخر منه وقعد يقلده بشكل كوميدي. بيقول لك تعب ودخل المستشفى. كان برضو حاجه غير موفقه. المفروض ان هو ان النجم دوت يعتبر استاذ
ليك في يعني استاذ مسرحي اكبر منك وانت كنت شغال في فرقته، فما كانش ليها لازمه برضو. ما كانش موفق في البرامج. احمد ادم عموما غير موفق في التلفزيون ولا البرامج. بالعكس المسرح، هو ممثل مسرح كويس جدا جدا، ممثل تلفزيوني كويس جدا لو كان بيعمل ادوار كويسه وحاجات كويسه بتجيله. ممكن يكون يعني هو برضه فكره اللي هو يساعد حد او كده، او لو مصر على دور الفيلن، دور الحبيب، او دور اللي هو الشاب، ده مش موفق. بالعكس هو ما بيطلع مثلا، لما بيطلع مثلا بشخصيه القرموطي بالشكل بتاعه، فالقرموطي بيضحك جدا لما بيعمل الكاركترات دي. يعني فعلا بيعدي، بيكون الافلام بتاعته والادوار بتاعته بتعلق مع الناس جدا. هو ما عرفش يتاقلم، زي مثلا ما قلنا ان عادل امام جه في فتره من الفترات، يعني عادل امام في امير الظلام جاب مجموعه من الشباب اعتمد عليهم، ما ابتدى يلاقي ان هنيدي والجيل التاني ابتدى يتخطاه في الايرادات. بعد كده عمل تجربه دنماركيه جاب 4 شباب. بعد كده عريس من جهه امنيه جاب شريف منير وحلا شيحه. بعد كده هكذا، يعني ابتدى عادل امام يعتمد على الشباب بخلال ان هم يدوله الطاقه ويدوله الجمهور، وهو بس يشتغل معاهم ويحاول يواكبهم. عادل امام جاب احمد مكي في مرجان، هتلاقيه جاب يعني في كل افلامه او في كل مسلسلاته ناجي عطا الله جاب ابنه، وجاب تهامي، وجاب سعدني ومحمود البزاوي وشريف رمزي، جاب عمرو رمزي قصدي، جاب عدد من النجوم. فهو يعني كان بيعتمد دايما على ان هو يدي مساحات كبيره. يمكن احمد ادم محتاج الموضوع ده عشان يستمر، يا اما تدي مساحات كبيره في ادوارك لناس تانية يشتغلوا معاك، يا اما تقبل ان انت تطلع دور اب وتساند في ادوار. وعلى فكره احمد ادم لو وافق ودماغه جابته في يوم من الايام ان هو يطلع في ادوار تراجيدي او ادوار اب، هيقعد ناس كتير في البيت، هيقعد ناس كتير في البيت. اسمعوا اللي بقول لكم عليه، احمد ادم ممثل تراجيدي. شوفوه في حياة الجوهري يا جماعة، حياة الجوهري، شوف حياة الجوهري حلو ازاي. ايه ده؟ مش هو ده اللي بيطلع يمثل دلوقتي، لا لا لا، كان ممثل تقيل. شوفوه في المنسي، شوفوه حتى في القرموطي. ف ربنا يهون عليك يا استاذ احمد، انت ممثل كبير، كنت نجم مسرحي كبير، والمسرح منتظرك. انت لو عملت مسرح تاني اظن ان الناس كتير جدا هتحب ان هي تشوفك على المسرح تاني، لان ما اظنش ان في كفاءة مسرحية او ممثل مسرحي النهارده يوازي دورك، يعني يقدر يشغل الفراغ اللي تركه احمد ادم في المسرح. على فكرة احمد ادم في المسرح افضل من ناس كتيرة جدا مثلت مسرح، يعني هو ممثل مسرح من الدرجة الاولى يعني. مش عارف، حاسس ان الحكايه بتاعت محمود حمدان حكايه متكرره. اتمنى ان هو يكون تخطى الموضوع دوت، واحنا كلنا بنمر بظروف وبنقابل ناس كتير جدا بتحاول ما تساعدناش او بتحاول ان هي تكون عقبه في حياتنا، ده شيء طبيعي جدا. فعادي يعني، مره حدث مر. وانت يا محمود النهارده ان شاء الله بقيت مؤلف كبير، وبقيت سيناريست كبير، وبقيت ممثل، بتعمل ادوار على ما اعتقد ان هي كويسه، بتعمل ورش تمثيل شفت الاعلانات بتاعتها كويسه، فانت بقيت في مكانه كويسه جدا يعني. فاتمنى ان انت بقى تكتب بوست وتقول ان انا حابب ان انا تشتغل مع احمد ادم تاني. وانت في بوست كتبت انت بوست بعديها بتقول ان هو ان هو لو عرضوا عليك مليون جنيه باين ولا مش عارف كام، 100 مليون جنيه مش هتكتب مسلسل احمد ادم. اظن ان الزمن كفيل بانهاء الخلافات. ما اظنش ان يعني خلاص، تجاوز. لازم نتجاوز الناس اللي بتأذينا، مش عشانهم، عشاننا احنا، عشان نقدر ان احنا نتعايش. وهي دي حكمة الحياة عموما يعني دايما بنقول للناس حاول ان انت ما توصل، ما تصعبهاش على اللي بعدك. بس الناس طبعا يعني كل واحد بيوصل بيصعبها على اللي بعده، وبغير ارقام تليفوناته في الوسط الفني يعني، وبيعمل اللي هو ما اتعملش، وبيحسسنا ان هو كان يعني
نازل من الفضاء يعني، ربنا اداله عقل وفرص وحاجات غير عادية يعني. فالموضوع أبسط من كده بكتير جدا، و... وربنا يوفق الجميع. وأتمنى إن الأستاذ أحمد آدم يخرج من الاكتئاب اللي هو، لو هو كاتب فعلا البوست دوت، يخرج من الحالة ديت. لا، أنت كنت ممثل، حصل لك إخفاقات، بس دي لا تقل من موهبتك. لأنك، أنا أعتقد إن أنت من المواهب المميزة في تاريخنا المعاصر، وضحكتنا بعيدا عن الكلام اللي بيتكتب على السوشيال ميديا. انت كنت فنان ليك جمهور، والناس كانت بتحبك جدا على المسرح. عملت مسرح مع جلال الشرقاوي. انا شفت حوده كرامه. حوده كرامه كانت قنبله كوميديا، ولا يعني مسرحجي مسرحجي يعني. بس تصبحوا على خير. اكتبوا لنا في الكومنتات انتوا عايزين نتكلم عن ايه، وايه الموضوعات اللي انتوا شايفين ان احنا ممكن نتناولها. وهي القناة بتهتم بالأمور الاجتماعية الفنية، دردشة، دردشة أكتر من شيء يعني اللي هو إيه، نمطي قوي كده. فخلينا نفكر مع بعض احنا ممكن نتكلم في ايه الفترة الجاية. اكتبوا لنا في الكومنتات، اكتبوا لنا انتوا بتحبوا احمد ادم ولا شايفين ان هو انسان غير موفق مثلا في ارائه الفنية، غير موفق في ارائه الاجتماعية. اكتبوا لنا انتوا ايه رأيكم، وشكرا لكم.